يقول: هل الاستمناء يبطل الاعتكاف؟ الجواب: أولا، الاستمناء محرم في الاعتكاف وفي غيره، فقد أخبر الله عز وجل أنه ملوم وأنه عاد. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن حيث إفساد الاعتكاف فنعم يفسد الاعتكاف، وهذا قول أكثر العلماء. إذا كان الاعتكاف يفسد بالمباشرة مع الإنزال، المباشرة فيما دون الفرج مع الإنزال، فمن باب أولى بطلانه بالاستمناء، لأن مباشرة الزوجة الأصل أنها حلال. إذا باشر زوجته الأصل أنه لا يلام، ولكن إذا باشر في الاعتكاف وأنزل، باشر دون الفرج وأنزل، بطل اعتكافه. فإذا كان يبطل بالشيء الذي أصله حلال فإن بطلانه بالشيء المحرم من باب أولى. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المباشرة بالإجماع، المباشرة في الفرج تبطل الاعتكاف بالإجماع، والمباشرة فيما دون الفرج خلاف، والراجح أنها تبطل الاعتكاف إذا حصل إنزال، والله أعلم.